تفتح الانستجرام تشوف قدامك واحد عايش حياة الأحلام، حفلات وقصور ويخوت وطيارات خاصة، وشايف قدامك مليار. اسمه دعين بلزيريان، مشهور بملك الانستجرام، بيقول انه بيكسب ملايين من البوكر، وبعد كده أسس شركة وبيقول انه بيكسب اكتر. كل فيديوهاته في قصور ويخوت وحفلات، وباين عليه بيلعب بالفلوس لعب. بس الحقيقة القصور متأجرة والطيارات متأجرة واليخوت متأجرة، وحتى العربية الفيراري مش باسمه. طب مين بقى اللي بيدفع الفلوس دي؟ دان كان مؤسس شركة اسمها اجنايت، وصرف فلوس كتير من فلوس الشركة على حفلات وسهرات وفيديوهات، وعشان كده الشركة خسرت فوق ال 50 مليون دولار، واغلب المساهمين رفعوا عليه قضايا. بس طول الوقت كان بيصور وبيحاول يوهم الناس ان النجاح ممكن يجي بسهولة من غير تعب ومن غير فشل. تعيش بس اللايف ستايل وتصدق الوهم. وساعتها محتاجين نسأل نفسنا سؤال: مين بيستفيد انك تصدق الوهم ده؟ مين عايزك تصدق ان النجاح بنات وسهر وفشخره؟ وهل ده شخص بيضيع فلوسه فعلا، ولا دي خطة عشان تبقى انت الزبون الجاي، عشان تشتري وهم وانت فاكر انك بتشتري حلم؟ بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.